سي مصطفى، يعني على هامش اللقاء التشاوري من أجل صياغة برنامج عمل المجلس لهذه الولاية، يعني ديال المجلس. يمكن تكلمنا على هذا المشروع هذا، يعني التفاصيل ديالو. على كل حال نبدا بدايه باش نشكر نوه يعني بحضوركم وانخراطكم في مسار ديال تنوير الرأي العام على مستوى إقليم العرائش وعلى مستوى امتداد التراب الوطني بكافة المعلومات والأنشطة اللي كتتعلق بمؤسسة المجلس الإقليمي. بالفعل اليوم كيكون أول محطة في يعني محطة تنظيمية هامة في يعني في تنزيل المراسيم والقوانين اللي كتأثر عمل مؤسسات المجالس العاملة والأقاليم. إذا اللقاء اليوم كما شفتيو هو لقاء تواصلي وتشاوري مع كافة المتدخلين من مصالح لا مركزة، مصالح خارجية، من مجتمع مدني، من ممثلي ورؤساء جماعات الترابية، ومن فعاليات يعني مجتمعية في عدة واجهات، باش نبلغوا لهم يعني بقرارنا في الشروع يعني بإعداد واحد الوثيقة اللي هي بأهمية بمكان. هذه الوثيقة اللي سماها المشرع برنامج عمل الإقليم، اللي هي بمثابة واحد الأرضية أو خارطة الطريق ديال أو بنك للمعلومات والمشاريع المزمع تنفيذها وإنجازها على امتداد تراب الإقليم العرائش. هذا الاجتماع وكيجي في سياق تفعيل أو تنزيل واحد المادة اللي هي مادة 80 من القانون التنظيمي 112/14 اللي كيأطر المهام والمسؤوليات ديال مجالس العمالات والأقاليم. إذا أول خطوة هي هذه، هي هذا اللقاء الإخباري التشاوري اللي كيكون متبوع بواحد سلسلة ديال اللقاءات اللي كتروم صياغة هذا المحتوى ديال واحد الوثيقة اللي يكون محتوى كيعكس الانشغالات الحقيقية ديال الإقليم والتطلعات ديال جميع المكونات ديال إقليم العرائش للاندماج في صيرورة ديال التنمية اللي كنشدوها كاملين. إذا كما قلت، من أجل تعزيز أو البلوغ لهذا الهدف على يعني بأبهى صورة، اعتمدنا في هذا الإطار كذلك مكتب دراسات اللي مشهود له يعني بالكفاءة لمواكبتنا ومواكبة كافة المتدخلين من مصالح خارجية، من جماعات ترابية، لتحديد الحاجيات وإيجاد تصورات معقولة ومنطقية يعني لإيجاد حلول للإشكالات اللي ممكن اللي غادي نوقفوا عليها بالتأكيد. كيبقى الاشاره على انه حنا في الاقليم ديال العريش كان عندنا واحد التميز، هو انه سبق لنا في 2013 اعتمدنا واحد الوثيقه اللي كنا سميناها في الاقليم ديال العريش بالمخطط الاستراتيجي للتنميه. هذا المخطط كان كيتضمن واحد المجموعه ديال البرامج ومشاريع، ولكن انا ذاك ما كانش يعني هذا المخطط اللي كان هو اجتهاد من فاعلين في المؤسسات ديال المجلس الاقليمي السابق الى جانب المؤسسه ديال السيد العامل. الور اليوم المشرع جاب هذه المنظومه لاعطائها المزيد من النجاعه والفعاليه بقوه القانون. اذا يمكن نقولوا على اننا اليوم نحن على الطريق الصحيح للاشتغال على برنامج واضح المعالم، وبعيدا على سواء ذاك الازدواجيه، سواء ذاك الاندفاع اللي ما كانش كيوصل لشي نتائج، او ما غاديش نقول العفويه لانه انا ماشي في صدد تقييم التجارب ديال المؤسسات، ولكن اليوم
الجميع من المسؤولين ديال الجماعات الترابيه هم عارفين وواعيين بدقه المرحله وما تتطلبه من تجاوب، ماشي غير مع القانون بل مع الواقع ايضا. هذا هو نعم. على مستوى هذا في الواقع، يعني على مستوى التشخيص، يعني ما هي يعني الخطوط الكبرى التي تم رصدها من جميع يعني المتدخلين في هذا المستوى؟ دابا حنا اليوم هذا لقاء اخباري يعني لاستنهاض الهمم، والرهان ديالنا هو رهان كبير على المتدخلين باش يتجاوبوا معنا ويكونوا في مستوى اللحظه. الى اي حد غادي نتوفقوا بطبيعه الحال كيبقى رهين مدى الحماس اللي غيدفعنا نشتغلوا في هذه المده المتبقيه الى حدود نهايه ديسمبر. معنا ما يمكنش نحكم النوايا، ولكن اللي كنتمنى هو ان الجميع يلقى راسو في هذه الوثيقه، الجميع يكون فكره حاضر فيها. ما كنتمناو لما ان شاء الله يتم انجاز هذه الوثيقه اللي كنتمناو نكونوا موفقين في مراحله. ما نتمناو نسمع شي حد تقصى او ما كانش رايه حاضر. اذا هذه مناسبه باش نقول ان الجميع له راي في انجاز هذه الوثيقه يعني بواحد الاسلوب اللي لانه ما يجمعنا اكثر من ما يفرقنا. على مستوى الاجنده، يعني اجنده ديال على مستوى اجنده هو اليوم كما شتي وكان لقاء تشاوري. اللقاءات غتبدا يوم 24 اكتوبر، غادي يكون عندنا لقاء موسع ومع رؤساء الجماعات لرصد كل الانشغالات والقضايا اللي هي حاضره في الهموم ديال رؤساء الجماعات الترابيه والمجالس الترابيه. من بعد غيكون عندنا لقاء كذلك مع المصالح اللاممركزه، ومباشره غيكون عندنا لقاء مع الهيئه المساواه وتكافؤ الفرص، لان هي هيئه اللي كتختزل الفعاليات ديال المجتمع المدني. ولكن ما يمنعش انه الا كان هذه مناسبه باش نقولوا الا كان اي كان كيشوف راسو يقدر يفيد يعني في هذا الموضوع هذا فرأيه مرحبا به. هذا هو. شكرا سي مصطفى، بارك الله فيك.